هل ممكن في يوم من الايام تقدر تستغنى عنه؟ هل في حاجه بتعيق الناس ناحيه ان هي تعمل نفس الفكره بتاعتك في يوم وليله عادي؟ ليه انا بسالك السؤالين دول؟ لان السؤالين دول هما اللي بيحددوا هل انت ستارت اب ولا انت بيزنس تجاري في غيرك بيعمل زيه كتير والوفات. بالمناسبه لو هي التجربه الاولانيه ليك في البيزنس، فانا هرجح دايما ان انت تبدا تعمل في الحاجه اللي جوه الصندوق. يعني هو جوه الصندوق شغال على فكره وبيجيب فلوس، فلو كان هدفك الاولاني ان انت تكسب فلوس، ركز على جوه الصندوق، ما تركزش على الفكره بره الصندوق. وهتلاقي دايما الناس بتقول على ان انت محتاج يكون عندك ميزه تنافسيه، يبقى عندك حاجه بتميزك عن الناس اللي حواليك. مع احترامي لكل الناس اللي بتقول الكلام ده، بس انا شايف لا عادي، انا مش لازم اكون بخترع العجله، ومش لازم اكون بعمل حاجه تكون مميزه على كل الناس اللي حواليا. لازم يبقى عندي حاجه اسمها الفينجر برينت، يعني لازم يبقى عندي الطريقه اللي انا بعمل بيها الحاجه دي. في لعيبه كوره كتير جدا، بس كل لعيب كوره عنده اللمسه الفنيه بتاعته، عنده الحاجه اللي بتميزه. في لعيب كوره عنده الدريبلينج عالي، في لعيب كوره عنده الباسنج عالي، في لعيب كوره بيشوط بطريقه مختلفه. قبل روبن ما يشوط الار 2 كان قبله في ناس كتير بتشوط الار 2، ومو صلاح دلوقتي بقى هو نجم الار 2. فاللي عايز اوصله لك ان عادي مش لازم اكون بخترع العجله، المهم ان انت تكون بتعرف تعمل العجله، ولما اجي ابدل في العجله اقدم فيها خطوتين وثلاثه ما اقعش بيها او يحصل فيها مشكله. وده هيودينا لاول خطوه ناحيه الفكره بتاعتك. احنا دلوقتي بنتكلم ان انت ما عندكش فكرة مميزة مختلفة عن السوق وفيها حاجة مطرقعة وبره الصندوق. أنا بتكلم عن حاجة جوه الصندوق عادي جدا. أول خطوة أنا بحب أعملها هي نموذج العمل التجاري أو البيزنس موديل. والبيزنس